الميداليات وكذلك الكأس. الخط معك تفضل. شكرا مجددا الاخضر ولكل ضيوفك الكرام. مرحبا مجددا مشاهدي الافاضل الى ملعب 5 جويلية. ما زالت الجماهير الجزائرية ب60,000 او اكثر متفرج حاضرين في المدرجات، بغض النظر عن اللي كانوا موجودين خارج اسوار الملعب، وبغض النظر ايضا عن عشرات بل مئات الالاف من الموجودين ايضا في قلب العاصمة في مختلف الاحياء، والذين عاشوا وعايشوا معنا بجوارحهم وبضغط كبير اطوار هذه المباراة عبر الشاشات العملاقة التي نصبت في الجزائر العاصمة من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من المناصرين والعشاق من معايشة هذا الحدث. طبعا في مباراة نهائية لا يمكن الحديث عن جزئيات وتفاصيل وفنيات ومهارات والتكتيك، ولعبنا أحسن أم لعب المنافس أكثر أو ما إلى ذلك من الأمور اللي نتحدث عنها عن بعد مباريات الكرة، ولكن يبقى الأهم والمهم هو التتويج بالكأس، وخاصة وأنه أول تتويج بلقب قاري لفريق اتحاد العاصمة اللي سبق له ولعب نهائي دوري ابطال افريقيا، اول لقب من نوعه بالصيغه والتسميه الجديده منذ 2004. لا ننسى بانه كان يسمى كأس الاتحاد الافريقي سابقا، تأسس سنة 92. كأس الاتحاد الافريقي انتهى في سنة 2003. منذ 2004 صارت تسمى كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، بعد ان تم الاستغناء عن مسابقة كأس الكؤوس، وصار عندنا على الصعيد القاري منافستين، كأس دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. الجزائر اللي فازت بكأس الكاف سابقا 3 مرات بفضل شبيبة القبائل في 2000 و2001 و2002. الجزائر اللي خسرت 3 مرات نهائي كأس الكونفدرالية هذا بفضل شبيبة القبائل كذلك، وشبيبة بجاية وفاق ستيف في 2009، شبيبة بجاية في 2016، وشبيبة القبائل في 2021. الكرة الجزائرية اللي فازت بلقبها العاشر في تاريخها، هذا اللقب العاشر على مستوى الأندية من أصل 17 نهائي شاركت فيه الأندية الجزائرية بفضل 7 نوادي. نعود نذكر بأنه الاتحاد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا في 2015. وبعدين ارقام اخرى طبعا تظهر بعد نهايه هذه المباراه وبعد تتويج الفريق الجزائري اتحاد العاصمه بلقب كأس الكونفدرالية الافريقيه لكره القدم، لتستمر السيطره المغاربيه على هذه المسابقه منذ فاز فيتا كلوب في ب3-1 على الرجاء في سنه 2018. فاز نهضة بركان باللقب والزمالك، ثم نهضة بركان، ثم الرجاء امام شبيبة القبائل الموسم الماضي، ثم حان موعد فريق اتحاد الجزائر ليفوز بهذا اللقب، ليبقى التردد النادي الصفاقسي واكثر الفرق المتوجة بكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم حسب الاندية، طبعا بالصيغة القديمة. نعود نذكر لانه نتحدث عن صيغتين، او نفضل انه نتحدث فقط عن الصيغة الحديثة.